نزل محمد ابو تريكه المايسترو بقى اللي بيمسك اللعب في نص الملعب ويقدر يحرك ويهدي او يعلي رتم النادي الاهلي مع فابيو جونيور اللي نزل. محمد بركات شفنا هدف جميل جدا لمحمد ابو تريكه، لعبها مع بركات وتحرك جميل ضرب بيها الاوفسايد وقدر يحطها من تحت نوير حارس مرمى الفريق الالماني. النادي الاهلي قدر يستحوذ كمان على الشوط الثاني. اعتقد كان تعليمات مستر مانويل جوزيه بين الشوطين ان لعيبته تمسك الكوره وما يبقاش في ميس باص، يبقى اكتر عدد من اللمسات ممكنه مع انطلاقات جونيور مع انطلاقات بركات مع تحكم ابو تريكه في رتم المباراه. وشفنا النادي الاهلي بيوصل في الشوط الثاني اكتر من مره، والفريق الالماني برده كان بيوصل، لكن النادي الاهلي كان شكله افضل من الناحيه الهجوميه في الشوط الثاني. ودي الكوره طبعا اللي جه منها الهدف الثاني، وخطا يعني نقول لشريف اكرامي كان المفروض يطلع الكوره اقوى من كده بالبوكس، لكن الكوره شريف طلع ما طلعش بالبوكس، خبطت في ايده ورجعت، لكن عادي مفيش مشكله. مش عايزين نحمل شريف اكرامي برضو الدفاع، يعني حسام غالي وهو المفروض يطلع يعني ما قدرش الكوره بشكل كويس. شريف طلع الكوره خدعته شويه وقدر ايفيكا اوليتش المهاجم الكرواتي للفريق بايرن ميونخ يحرز الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقه 94. لكن مباراه مميزه للنادي الاهلي، احتكاك قوي جدا زي ما قلنا، في مكاسب كبيره للكره المصريه والنادي الاهلي من المباراه. وهيكون معانا كمان في حلقتنا النهارده ان شاء الله في الجزء الثاني الكابتن محمود بكر. هنتكلم على مباراه الاهلي امبارح، هنتكلم على مباراه الزمالك وفوزه على وادي دجله امبارح 1-0 في استاد القاهره. واحنا طبعا الحمد لله امبارح قناه النهار عملنا يعني شغل جميل وتغطيه مميزه جدا للقاء الاهلي وبايرن ميونخ. وكان معايا ضيوفي هنا في الاستوديو كابتن زيزو، كابتن دكتور علاء صادق، كابتن حسام البدري، وكابتن خالد بيومي، وكابتن تامر صقر من الدوحه، فايز ثروت، المعلق بلال علام. تغطيه جميله الحمد لله قدرنا نغطيها للمباراه امبارح. ودي لقطات حصريه لقناه النهار، دي من ساعه ما النادي الاهلي طلع من مصر ولغايه ما وصل قطر. ده وصول فريق النادي الاهلي لقطر، او وصول فريق النادي الاهلي النهارده لمصر، وعودته طبعا عشان يستعد للقاءات الدوري العام. واول لقاء هيكون يوم الاربعاء اللي جاي مع الانتاج الحربي في ملعب الانتاج الحربي. واحتكاك مميز جدا للاعيبه النادي الاهلي امبارح، ده وصولهم طبعا لمطار القاهره بعد المباراه اللي اتلعبت امبارح. ومستر مانويل جوزيه كمان امبارح في المؤتمر كان حزين جدا بسبب الخساره، لكن مبسوط من اداء فريق النادي الاهلي. الراجل المدير الفني ينكس، المدير الفني اللي بالنسبه هينكس المدير الفني لبايرن ميونخ، اتكلم بشكل كويس جدا على النادي الاهلي، وبيقول اللي هو اتفاجئ بمستوى المميز للاعيبه النادي الاهلي في مباراته مع بايرن ميونخ. دي لقطات طبعا في الطياره والعوده الى القاهره، ونجوم النادي الاهلي والصحف القطريه زي ما قلنا النهارده والصحف الالمانيه اشادت بمستوى واداء النادي الاهلي في المباراه. واحنا طبعا شفنا التغييرات اللي اجراها مستر مانويل جوزيه امبارح. شفنا وليد سليمان بينزل في الشوط الثاني، شفنا احمد شديد قناوي، شفنا ابو تريكه، شفنا فابيو جونيور، شفنا اكتر من لاعب ومعظمهم يعني ظهروا بمستوى مميز. ما نقدرش نقول في واحد اقل من الثاني، لكن كله ادى بشكل كويس جدا. لكن طريقه النادي الاهلي اختلفت امبارح عن طريقته طبعا في الدوري المصري. احنا دايما بنشوف هنا في مصر النادي الاهلي بيلعب 5-1-3-1 5-1-3-1، شفناها في ماتشات الدوري. امبارح كان مستر مانويل بيحاول يضيق المساحات ويقفل. طبعا بيختلف لما يلعب مع بايرن ميونخ غير لما يلعب مع الفرق المصريه هنا في الدوري، بيقفل المساحات، بيلعب بليبرو حسام غالي قدام وائل جمعه احمد السيد، بيلعب باثنين هاف ديفندر. وفي الشوط الثاني بقى التحول من الدفاع للهجوم كان اسرع وادى النادي الاهلي بشكل كويس. الاهلي بيبدا استعداده لمواجهه الانتاج الحربي. زي ما قلنا خلاص الفرقه رجعت، والانتاج الحربي النهارده تم تعيين الكابتن محمد حلمي المدير الفني الاسبق لنادي او نجم نادي الزمالك السابق، واصبح المدير الفني لفريق الانتاج الحربي اللي هيواجه النادي الاهلي يوم الاربعاء بعد استقاله الكابتن كمال عثمان. كابتن محمد حلمي اصبح المدير الفني. معايا خبر تاني برضو من النادي الاهلي، نادي الاتحاد السكندري بيخطط لاستعاره شريف عبد الفضيل، واللاعب بيشترط 1,000,000 جنيه. يعني دخل مسؤول نادي الاتحاد في مفاوضات جاده لاستعاره شريف عبد الفضيل مدافع الاهلي خلال فتره الانتقالات الشتويه. وشريف عبد الفضيل طلب 1,000,000 جنيه خلال ال6 شهور اللي جايين، ولسه بقى هيشوف هل الشروط دي او الشرط المالي هيتوافق مع نادي الاتحاد السكندري ولا لا، هل مستر مانويل جوزيه هيستغنى عن شريف عبد الفضيل ولا لا. كل الحاجات دي طبعا متروكه للجهاز الفني واداره الكره في النادي الاهلي.